وأتذكر أنه ما حبش يخليني نقرأ، يعني قال لهم هذا خلوه يقعد يسرح بالنعاج. خاوتي كاين اللي بعد ما توفت الأم حبسوا من المدارس كذلك للفقر باش يروحوا يخدموا، وأنا كنت أصغر وما خلانيش نروح نقرأ، قال لهم هذا يبغى لازم يقعد يسرح بالنعاج، ما كاش اللي يسرح بالنعاج. لكن الحمد لله يعني دخلت نقرأ. كيفاش دخلت تقرأ؟ الوالد كان رافض؟ والله يعني العائلة ولاد عمي وعمامي وكاع خلي الطفل يقرأ، قنعوه خليه يروح يقرأ. قريت السنة الأولى أنا شافي في 84 والسنة الثانية في 85. من جهة أكتوبر الوالد يجي الكارطاب كما نقول المحفظة ومزقها نهائيا، قال لي أنت مستحيل تقرأ، روح تخدم، روح رجع للنعاج تسرح. رجعت للنعاج لمدة عامين، خلاص يعني نسيت القراية ورجعت نسرح. لكن الشيء الذي كان يؤلمني أنه نشوف ولاد عمي داخل في السياج تاع المؤسسة يقراوا وأنا برا سارح بالنعاج. هذه كانت يعني لحظات لا أنساها أبدا. حتى مرات نشوف روحي نبكي لأن علاه ولاد عمي راهم يقراوا وأنني برا من السياج نشوف فيهم يلعبوا الداخل وأنني سارح بالنعاج. يعني بقات هذيك الحرقة نتاع القراية في قلبي. في 87 لما شاء القدر كنت أكرمكم الله راكب فوق واحد الحمار، وحنا نسكنوا في جبل وهابط فوق ذاك الحمار راكب، إلا به نسيب واحد المعلم له ألف تحية الأستاذ أحمد. أنا من كثرة التقديس تاع هذاك الوقت تاع الثمانينات تاع المعلم نزلت وقلت له ركبته فوق هذاك الحمار وبقيت أنا شاد الحبل ونمشي قدامه. قال لي أنت وليد من؟ قلت له أنا وليد سي عبد الله. احنا عندنا الكبير دائما نقولوا هذه الكلمة سي. قال لي أنت هو ذاك اليتيمة، وأنا هذه الكلمة كنت أكرهها منذ الصغر، حتى أنا يتيم ما نحبش تقولها لي. عدت مع الطريق نبكي، هو ما لم ينتبه لذلك، يعني هو قالها عفوية. بعد قال لي أنت اللي جيت تسرح هنا بالنعاج عند الباب تاع المدرسة؟ قلت له نعم. قال لي وش رايك ترجع تقرأ؟ قلت له والله هذه اللي نحوس عليها. قلت له بصح راه بويا ما يقبلش. قال لي خطاك الشي بوك نشوفوا كيفاش نديروا له. صحابي كانوا هذاك الوقت راهم في السنة الرابعة. ضيعت سنتين. عامين أنا ما قريتش. 10 أكتوبر 1987 ما زلت أتذكر ذلك. رحت، كانت ذاك اليوم الاثنين كنا نقراو نص نهار. في النظام القديم الاثنين كنا نقراو نص نهار والخميس نص نهار. رحت حافيا. ما عندكش حذاء؟ ما عنديش حذاء. رحت حافيا، دخلت أني شافي خفية على الأب ما خبرتوش. نهار اللي لحقت فما جاء هذا الأستاذ أحمد ولا الشيخ أحمد قال له ذاك الطفل اللي كان يظل سارح هنا بالنعاج باغي نقلبوه يقرأ. واش قلت للمدير؟ قال لي خير ولي تقرأ. المشكل ولا في المحفظة شكون يشريها لي. ما زلت أتذكر واحد ولد عمي عليه ربي يجازيه على كل حال شراها لي، وكنت نخبيها في التبن لأن الوالد إذا لقاها يقطعها. الغريب ذكاء. والحذاء شكون شراه لك؟ الحذاء شراه لي ثاني هذا ولد عمي ربي يجازيه، شراه لي حذاء هذاك الوقت. لكن أول يوم رحت للمدرسة حافي. ما زلت أتذكر ذلك. قلت بعد العودة رجعت حافي. وبعدها مشكلة مع الوالد، ممنوع تخلي له، وما كاش نعاج يعني غير واحد ثلث نعاج ولا ربعة، لكن هذاك الثقافة نتاع هذاك الوقت هو النعاج. حليب ولا ما كان لا حليب لا والو، والله لا كان لا حليب لا والو. المهم ما تخليش النعاج في الدار وخلاص. أوجه تحية لوحدة بنت عمي ربي يجازيها اسمها عائشة. احنا عائشة نسموها عائشة. قلت لها يا عائشة أنا درك سيدي راه ما خلانيش نسرح بالنعاج، ما خلانيش نقرأ. قلت لها نديروا رايزين، هي أكبر مني سنا. قلت لها أنت الصرحي وانا نقرا، راني كي نخرج من المدرسه انت روحي للدار وانا نشدهم حتى المغرب. تغطي عليا. انا شافي راحوا البويا قالوا له هذا الهضره، قال لهم معليش النعاج يخرجوا لازم يلحق الصباح يخرجوا. خلاص عائشه تكفلت بهذا الشيء،
هي تسرح مسكينه، كي نجي انا على 11 نشدهم عليها، تروح هي تتغدى، نعاود نرجع للمدرسه، العشيه كي نخرج على 3:30 ولا 3 هي انا نشدهم حتى المغرب ندهم، وبقات تمشي الامور هكذا. الذي اتذكر انه الفصل الاول جيت الاول، بعد عامين ما قريتش ورجعوني مع اصحابي. كيفاش جيت الاول؟ رجعون الفصل الاول في الامتحان سنتين ما قريتش، ما قريت جيت الاول، والله ما زلت والله ما زلت اتذكر ذلك. الاول الفصل الاول جيت الاول. شوق كبير تاع الدراسه، يعني شوق كبير عن الدراسه، وانه مثلا عرفت باللي النعاج هذو مش راح يلحقوني، ما كاش زوج نعاجات. هذه ما زلت اتذكرها. الذي كان هو في المرتبه واش قال لك المدير والمعلم تاعك كي جيت الاول؟ والله يتفاجئوا، خاصه هذا اللي رجعني. هذا رجعني، ما كانش يقريني، لكن هو رجعني لانه كان يشوفني ظل سارح فمه. وهو ابن يعني ابن الريف، يعني يعرفني انا وليد من، كان يعرف كي قلت له انا وليد فلانه وخلاص. شاف الحرقه في القلب تاع الانسان انه يحب يقرا. رجع تفاجئوا كلهم، والله تفاجئوا صراحه. قال له هذاك الطفل اللي جبناه من الصحه. هل خبرت الوالد بلي راك جيت الاول؟ خبرته. واش قال لك الوالد؟ لكن الوالد والله صراحه كان همه غير النعاج، لانه انسان كبير ما نكذبوش عليه يعني. وفي هذاك الوقت كان كثير جزائريين مروا بهذه التجربه. مثلا في ذاك الوقت كانت البنت اصلا ما تقراش في وقتنا، يعني حكينا على الريف، يعني مش راح نلوم الوالد الله يرحمه على ان النعاج ما يقعدوش، لان هذاك الوقت هذا واش يعرف. الغريب انه هذاك الوقت مثلا في العائله في الريف عندنا ما كاش اللي يقرا، جهلا وليس كرها وليس تقصير. لا 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 لا، جهلا وليس تقصيرا. والله اتذكر الان قبل ما يموت لما نجي نمد له انا الدراهم يعود يبكي، يقول لي ان شاء الله تسمح لي انا اللي حبستك من مسكين لانها جهلا. والله صديقني انه لما نمد له انا الدراهم ولينا خدامه والحمد لله نعطيهم له، يشدهم ويبدا يبكي ويقول لي الله ان جعلت تسمح لي نهار اللي قطعت لك الكارطاب. الله يرحمه. لا